الطويلة التي تشير للتباعد بين الزعيمين. وبعد انتهاء اللقاء تعمد الرئيس الروسي ترك الرئيس الإيراني وحيدا مع فريقه الذي هرول أحدهم في الشارع لجلب سيارة تقل رئيسي الذي ظل واقفا تحت المطر. في السابق كان للرئيس الروسي موقف مشابه من الرئيس التركي حين تركه ينتظر مع فريقه فترة طويلة قبل الاجتماع معه. هذه المشاهد تختلف كليا حين يلتقي بوتين بزعماء يحمل لهم قدرا كبيرا من التقدير ويثق بهم وفق مراقبين، فالاستقبال يكون مختلفا. والطاولة الكبيرة تصبح